كاين ايضا دكتور، كاين فئتين. كاين فئه كانت عندها مشكله على مستوى التحويلات لانها كانت تستعمل بريد موب، وكاين فئه اخرى حسب التعليقات والشكاوى لا لم تستعمل ولم اصلا تحمل هذا التطبيق، ومع ذلك وجدت اقتطاعات في الاموال. نحن ما فهمناه يعني لحد الساعة أنه عملية التصويب وهي تتم فعلا، أنه عملية التصويب لم يبقى إلا تقريبا 21% منها، يعني حسب عدد الإشكالات التي كانت مطروحة. حتى سمعنا أنه السيد رئيس المدير العام يعني مد بعض قال لك كان عندنا تقريبا 37 ملف فيشي أصبحوا غير الآن 7. احنا ما يهمنا الآن أنه يتم تصحيح هذا الوضع بالنسبة للذين تضرروا أو الذين مش ضرروا، يعني شافوا أن هنالك اختلال في حساباتهم. ثاني أمر هو طمأنة هؤلاء الزبائن بطبيعة الحال. وثالث أمر أننا نأخذ العبرة من هذه التجربة حتى لا تتكرر مستقبلا. صحيح. هذا ما يهمنا الآن. ولكن لابد أن ندرك أننا الآن في تحديات اقتصادية، أننا في تحديات مالية، أننا في تحديات رقمية، والتحديات هذه لابد أن تنجح جميعها، لأنه هنالك من يريد أن يصطاد في المياه العكرة ويريد أن يرجعنا إلى عهد الورقة والسيل. لا يا أخي، الورقة هذا لابد أن نبين أنه الآن صحيح نحن مع مؤسسة تقدم خدمة وطنية، وكما نتعهد نحن أيضا كالمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، لأن التعاون تاعنا مع مؤسسة الجزائر يعود إلى 2 ماضيتين، وكل الشكاوي التي تقدمنا بهذه للأمانة إلى هذه المؤسسة تم حلها في أجال قياسية. وعلى هذا الأساس احنا أيضا عندنا حق أننا نتابع هذه القضية. طيب على مستوى المواطنين لم يتم لحظة فقط، قضى رسالة فقط لو سمحت. تفضل. وكل من لم يتم تسوية وضعيته يعني في منتصف هذا الأسبوع، يمكننا كمنظمة أن نتدخل مباشرة مع مؤسسة بريد الجزائر لأجل رفع الانشغال، وطرق التواصل مع المنظمة معروفة عن طريق الرقم القصير أو صفحتها أو غيرها. وهذا كان سؤالي في واقع الحال، أنه كيف يمكن للشاكي أن يكتشف العملية؟ أنت قلت لي أنه تم معالجة بعض الاختلالات، فهل هذه كانت بناء على شكاوى؟ يعني كاين ربما الذي لم يكتشف حسابه بعد ولم يدقق في الرقم، هؤلاء هل ستتم عملية التصحيح آليا أم أنه يعني مضطر لتقديم شكوى سواء عن طريق المنظمة ولا يروح للبريد؟ لا سؤال وجيه. لا هي آليا، لأن العملية يعني تمت، فقط لم يتم تحيين المعطيات الخاصة بها. وكأنك أنت مثلا تدفع دراهم ولم تتلقى الخدمة، يعني تطول بين دفع المال وتلقي الخدمة. نفس الشيء، تم دفع المال لم يتم يعني إثباتات الوثائقية أو الإدارية أو التقنية يعني التي تظهر إتمام تلك العملية. العملية تاعو تمت. أي إنسان مثلا الآن شاف اللي في حساب تاعو كاين عملية وما دخلتش أو غيرها، سوف يتم تصليحها أو تحيينها آليا يعني تلقائيا. وحتى ربما كان من الناس اللي تم يعني أصابهم هذا الخلل وتم تحيينه دون أن يشعروا، ما راحوا لا للبريد، ما دخلوا بريد موب ولا هم يحزنون. وبالتالي ال 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 الأموال، يعني كل واحد اللي في رصيده مبلغ مالي فهو نفس المبلغ المالي يتم التحيين. وسوف يعني حسب تصريحات السيد المدير العام وحسب التطمينات التي تلقتها المنظمة كل شيء سيدخل يعني في مساره الصحيح منتصف هذا الأسبوع. الآن ندير كل الاحتمالات، إذا ما تبين لأحد أن هنالك إشكالية ما كاين حتى مشكل، يمكن أن يذهب إلى أي بريد جواري. إذا لم يتم التكفل به فأبواب المنظمة يعني مفتوحة.